لو لاحظت في كل الأفكار اللي احنا قلناها دي هتلاقي في عامل مهم جدا. لو ما توفرش عندك مش هتعرف أبدا 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 إنك تتدبر أو تتأمل الأفكار دي. معرفة الله ومعرفة أسماء وصفاته ومعانيها. لما جينا نقول في الأذكار إن الله سبحانه وتعالى ده اسم ربنا سبحانه وتعالى اختاره بيضم كل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. طب هي إيه أصلا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته؟ لو ما تعرفش أسماء الله وصفاته مش هتعرف يعني إيه الله. ولو ما تعرفش معاني الأسماء مش هيبقى عندك فيه معنى يكون الله بيضم كل الأسماء والصفات. وكمان لما قلنا مثلا سبحان ربي العظيم فقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى عظيم الذات عظيم الصفات. طب يعني إيه أصلا الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى عظيم فيها؟ سبحان ربي الأعلى علو الذات. احنا كده كده ما نعرفش عن ذات ربنا سبحانه وتعالى كتير وما نعرفش نتصورها، لكن علو الذات علو الصفات. طب انت لو ما تعرفش ايه صفات ربنا سبحانه وتعالى اصلا هتفهم يعني ايه علو في الصفات دي؟ عشان كده واحدة من أهم الحاجات اللي أنا حسيت جدا إن أنا مقصرة فيها قوي في الأذكار إن أنا أصلا أعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما أفهمها وأفهم معانيها أبقى وأنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى أنا بفهم إن أنا بتكلم مع مين سبحانه وتعالى. أنا بذكر لما أقول عظيم الصفات، إيه صفات ربنا سبحانه وتعالى اللي هو عظيم فيها، ويعني إيه عظيم فيها؟ يعني إيه سبحان ربي الأعلى؟ يعني إيه علو الصفات؟ إيه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ إزاي أختار الاسم المناسب للدعوة المناسبة؟ ما هو في دعوات معينة بتبقى فيها شبه استحالة أو بتبقى مش مستحيلة يعني في وسط الناس، بس مستحيلة أنا على حياتي أو على قدراتي أو على توافر الأسباب بتاعتها. إيه أسماء الله سبحانه وتعالى اللي لو أنا دعيت بيها في وسط الاستحالة دي أو في وسط انعدام الأسباب الله سبحانه وتعالى يستجيب؟ مش هعرف كده أبدا غير لو عرفت عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. اسم مثلا زي اسم الله الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى كان بيحط اسم الرحمن ده كتير جدا في القرآن، لكن جمعه مع اسم الله الوهاب سبحانه وتعالى في مواضع معينة. مثلا في سورة صاد لما ربنا سبحانه وتعالى قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن الرحمة العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. وبعد كده يتكلم عن كتير من أنبياء بيحقق لهم حاجات تعتبر شبه معجزات في حياتنا إحنا، ربنا سبحانه وتعالى حققها لهم عشان هو وهاب سبحانه وتعالى. وتشوف كلمة هبة قد إيه اتكررت في القرآن الكريم مع حالات كتيرة قوي. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ربنا سبحانه وتعالى وهب سيدنا داود سيدنا سليمان وجعله نبي وجعله أواب واداله حاجات كتيرة جدا جدا جدا. في هبة من الله سبحانه وتعالى، وهبة هي العطاء بغير مقابل. ربنا سبحانه وتعالى ما أخدش حاجة في مقابل هذا العطاء، فالله سبحانه وتعالى وهاب. دي عن سيدنا زكريا لما مثلا ربنا سبحانه وتعالى وهب له سيدنا يحيى، وربنا سبحانه وتعالى اتكلم في بعض الآيات وذكر كلمة الرحمة وفي بعض الآيات وذكر كلمة الهبة ووهبنا له يحيى. لكن في سورة ستنا مريم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كأن ربنا سبحانه وتعالى علشان يدي سيدنا زكريا الكبير في السن اللي مراته عاقل ولاد في السن ده، وفي الحالة دي كان محتاجين من ربنا سبحانه وتعالى نظرة رحمة وآثار من آثار رحمته سبحانه وتعالى الوحيد. وكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن سيدنا إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا على سيدنا إسحاق ويعقوب، وإن ربنا سبحانه وتعالى اختار وجعلهم أنبياء وآتاهم حاجات كتيرة جدا فضل ونعمة من عنده سبحانه وتعالى. فاسمين زي دول مثلا من أهم الأسماء والصفات اللي أنت ممكن تدعي بيهم في أحوال كتيرة. صفة الرحمة تدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة هي شبه مستحيلة أو شبه معجزة، لأن رحمة ربنا واسعة كل شيء. وكذلك الوهاب تدعي ربنا سبحانه وتعالى لأنه بيدي بيها من غير مقابل، وبيديها كتير أوي ذكرت في القرآن لما أصلا ما بتتوافرش الأسباب سبحانه وتعالى. وبالتالي واحدة من أهم الحاجات اللي علمتني الأذكار وأنا بتدبرها إن أنا أعملها إن أنا أفهم كويس أوي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، عشان أقدر دايما أكون في حضور مع ربنا سبحانه وتعالى وأنا بصلي في أذكار الصلاة، ولا وانا اصلا قاعده بذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد الصلاه او قبل النوم او اول ما نصحى او اي وقت من اوقات الذكر دي. محتاج تبقى عارف اصلا مين ربنا سبحانه وتعالى اللي بتذكره ده، ومين اللي انت بتعظم صفاته وبتعلي صفاته وبتكبر صفاته سبحانه وتعالى، علشان تبقى مدرك كويس قوي وعارف تتدبر الاسماء والصفات دي. كان درس من اهم الدروس اللي علمه لي.